السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم واخباركم وصحتكم؟ ان شاء الله كويسين. يا رب الناس تكون كلها بخير وصحة وعافية. معاكم هاجر محمد وفيديو جديد الليلة. هنعمل فيه وصفة جديدة. هنعمل حاجة بسيطة جدا جدا، بس فوائدها يعني حلوة والنتيجة حلوة برضو. رغم انها هي حاجة بسيطة وكده، بس بتدينا نتيجة حلوة، وان شاء الله الناس تستفيد من الحاجة دي وتعجبها الوصفة وتجربها وتكتب لنا رأيها شنو في التعليقات وكده. ممكن من أول مثلا استخدمتيه حاجة بتاعت أسبوع أو ميبي حاجة بتاعت 10 يوم كده تظهر لك النتيجة يعني بتاعت إنبات الشعر وكده. فوصفة بسيطة وسهلة وحلوة. إن شاء الله الناس تعجبها وتجربها وتعجبها. هنعمل بخاخ للشعر اللي هو أو تونر أو اللي هو سبراي الشعر. بيزيد الشعر، بينبت لك شعر جديد وبيطلع بيبي هير. للناس اللي بتحب البيبي هير وكده تطلع لك بيبي هير. ولو حابة برضو انك تبخوه في نص شعرك بتديكي كثافة للشعر. فالوصفة بسيطة وسهلة وإن شاء الله الناس تجربها وتعجبها، وهنعملها مع بعض. أوريكم المكونات بتاعتها. المكونات بتاعتها عبارة عن الأساسية اللي هي فيها اللي هو الروزماري اللي هو بالشكل ده. روزماري مش عارفة أبين لكم كيف. المهم ده الروزماري. ثانية، ده الروزماري والحبة السوداء أو حبة البركة. احنا في السودان بنقول لها حبة البركة، في ناس بتقول لها الحبة السوداء. اللي هو بالشكل ده. الحبة السوداء هندليها، والروزماري هندليه. الروزماري وورق القار. ده ورق القار أو بيقول له ورق لوري. في العطار بيقول له ورق لوري. وأنا أضفت شنو؟ أضفت اللي هو الكركديه. أضفت الكركديه ليه؟ بالنسبة لي عشان الكركديه بيديني لون. بالإضافة لأن الكركديه أصلا مفيد للشعر. بينظف فروة الراس. بيعزز الشعراية وبيخليها تنبت وكده، وبيخلي الشعراية صحية. فالكركديه عنده فوائد للشعر وكده. وفي ماسك بتاع كركديه أصلا للشعر. ممكن نعمله إن شاء الله بإذن الله في يوم وأنزله لكم والناس تعمله، لأنه جميل جدا 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 للشعر. بالإضافة لأني خديت شوية من بذور الكتان، اللي هي البذور الكتان اللي لونها بني دي. بذور الكتان عندي لا خديت يعني زي ملعقة كده أو ملعقة حتى ما مليانة شديد، عشان ما يعمل لأنه بذور الكتان لما تتغلي بتكون زي جيل كده. في ناس بتعملها جيل كده وبتعملها في شعرها عشان الهيشان، عشان برضو كويس. حلوة في الشعر. بتكثف الشعر، بتزيد الشعر. بذور الكتان حلوة جدا 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 للشعر. في ناس بتعملها بس كده جيل كده وبتعملها في شعرها. بس أنا حبيت إن أنا أضيفها للوصفة دي بس بكمية بسيطة، عشان لما نيجي نبخ ما نلاقي صعوبة في إنه البخاخ يبخ معانا ويكون يعني سهل وكده في الاستخدام. وفي نفس الوقت نستفيد من الشنو من بذور الكتان يعني وكده. فهنغلي كل الحاجات دي مع بعض. 5 مكونات الأساسية زي ما قلت لكم: الروزماري وورق الغار والحبة السوداء، اللي هي دي الحبة السوداء. دي الأساسية، دي الوصفة الأساسية. بالإضافة لأنك انت ممكن تحطي بذور الكتان زي ما قلت لكي عشان شنو يديكي فايدة أكتر يعني وكده، فوائد أكتر وكده. وممكن تضيفي لو حابة بتحبي اللون النبيتي، بتحبي إن شعرك يديكي لون وكده، أو برضو لو عندك قشرة ممكن تضيفي الكركديه. فبنغليهم كلهم مع بعض وبعد كده بنستناها تبرد خالص وبنصفيها وبنحطها في البخاخة. هغليهم كلهم مع بعض واخليهم يبردوا وبعد كده اوريكم هنصفيهم ونحطهم في البخاخة والشكل النهائي لهم هيكون عامل كيف.
وده شكله بعد ما غلت الحاجات كلها مع بعض، الأعشاب كلها مع بعض. وأضفت لهم قرنفل، نسيت القرنفل، أضفت لهم قرنفل. القرنفل طبعا معروف إنه بيكثف الشعر وبيغذي وكده. أضفت لهم قرنفل وخليتهم غلوا مع بعض كلهم، القرنفل مع ورق الغار مع القرنفل ورق الغار وحبة البركة وبذور الكتان وكركديه، وضفت لهم القرنفل. كده 5 مكونات مع بعض كده ضفتهم وخليتهم يغلوا مع بعض، واستنيتهم لحد ما بقوا باردين خالص. والروزماري برضو، نسينا الروزماري كده، وحبة بركة وورق غار وبذور كتان واسم شنو ده والكركديه. خليناهم يغلوا مع بعض واستنيناهم لحد ما بردوا، وهنصفيهم، هنصفي الخلاصة بتاعتها وهنحطها في البخاخ ونستخدمها بعد كده اللي هو شنو بالرش. هصفيها مع بعض ونشوف بعد كده هنحطها في البخاخ بتاعتها. دي الحاجات اللي اتبقت، الأعشاب فضلت تحت وصفينا خدنا الموية بتاعتها. شايفين الروزماري وحبة البركة والكركديه، كل الأعشاب كلها فضلت وخدنا الموية بتاعتها اهي، لونها أحمر كده طبعا عشان الكركديه. وبعد كده خلاص هي جاهزة للاستخدام. هنحطها في أي بخاخة عندك، تجيبي أي نوع بخاخة عندك تحطيها بخاخة بالبتاع بتاعتها ده عشان ما يتدفق. اسمه قمع، اسمه قمع، أيوة. تحطه كده عشان ما يتدفق. وهصبها في البخاخة. بس كده خلاص. ودي بعد ما خلصت خلاص، البخاخة خلصت. المدة بتاعتها ممكن تحفظيها كده في التلاجة، بس الجو عشان بقى بارد فتسيبيها برا عادي. وحتى لو دخلتيها التلاجة يعني عشان ما ترشي حاجة على شعرك بحاجة باردة وكده وتاخدي دور برد، تطلعيها قبليها بفترة ساعتين أو كده، وبعد كده تبخي عادي. بتقعد معاكي أسبوع، ماكسيموم 5 7 يوم 8 يوم بالكتير. وبعد كده بتجدديها تاني، بتعملي واحدة جديدة. فبس السديدات أنا حاساها يعني كتيرة شوية، ممكن تقلل الكمية، أو لو واحدة من أخواتك هتستخدم معاكي فعادي يعني ما بيضر. فبس دي الوصفة بتاعت الليلة، إن شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. وما تنسوا يا جماعة تدعموني وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بعمله. وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله قريب، وأقول لكم مع السلامة وتصبحوا على ألف خير.